اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه أفضل الصلاة والسلام. يا داخل هذا الدار صلي على النبي المختار، عليه أفضل الصلاة والسلام. يلا مع بعض كده كلنا نسمي الله وندخل برجلنا اليمين ونصلي على الحبيب المصطفى عشان نبارك شقة العروسين، وندعي لهم إن ربنا يملاها لهم بركة. يلا مع بعض كده ندعي للعروسين وكله يقول آمين. فندعو للعروسين ونقول: اللهم أكرمهم بحلالك عن حرامك، وهب لهما الذرية الصالحة. رب أسعد العروسين بكل شيء جميل، وارزقهم الحياة الكريمة التي لا شقاء بعدها. اللهم اجعل هذا الزواج مبارك. اللهم وفق العريس والعروس وأسعدهما، واجعل قادم أيامهما هناء وفرحة دائمة. اللهم اجمع بينهما في الخير، وارزقهم الحب والمودة، وطول في أعمارهما وذريتهما. اللهم ارزقهما الذرية الصالحة، ويجعل بيتهما مسكنا قويا على التقوى من الله، وأن يوفقهما في حياتهما الزوجية. أخيرا بارك الله لكما وبارك عليكما، وجمع بينكما في خير وعلى اللهم خير. آمين يا رب العالمين. يا رب يسعدهم ويهنيهم بكل شبر في شقتهم يا رب، ويفرح قلب كل عروسة أو كل بنت، ربنا يرزقها بزوج صالح يتقي الله فيها. طبعا انا هنا عايزه اقول لام العروسه تسلم ايدك بجد بجد، تسلم ايدك على ذوقك في الستاير، على اختيارك للالوان، تسلم ايدك ان فصلتيهم بالجمال دوت. عايزه اقول كمان ان انتي ست جميله وست محترمه وست بنت اصول، ربنا يسعدك ويهنيك ويهدي سرك انتي كمان يا رب. شايفين الجمال بتاع شيالة الكحك مع البومبونيرة مع عربية التسالي؟ بجد التلاتة حاجة في قمة الشياكة والذوق والرقة والجمال. كل حاجة بسم الله ما شاء الله تبارك الله ماشية مع بعضيها في الشقة، من سجاد لعفش لستاير، كل حاجة جميلة وهادية ورقيقة جدا. طبعا هنا النيش حتى لو ما فتحتوش كل حاجة واضحة، ولكن هفتحه معاكم. حتى بجد يعني رسمة الصيني هادية ورقيقة جدا بجد في قمة الشياكة، بجد الكاميرا ظلماهم.
انا طبعا عايزه رايكم في الكومنتات في رص النيش ورص الدواليب. كلمه حلوه كده تشجعني، وبشكر اي حد هيكتب لي كلمه حلوه. عايزه رايكم بصراحه يعني. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، حاجتها كلها جميلة ورقيقة بجد. ربنا يسعدها ويهنيها بكل شبر في شقتها يا رب. أحلى بسبوسة وأحلى عروسة. شايفين طقم الشمبانيا بجد في قمة الروعة. ربنا يسعدها بحاجتها يا رب ويهنيها يا رب بكل شبر في شقتها. ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. عايزة أذكر عشان ما انساش خال العروسة محمد الصعيدي، ربنا يفرحه ببناته يا رب. والعروسة بسملة محمد والعريس سعيد. طبعا العروسة تبقى بنت أخت محمد الصعيدي. ربنا يجعل أيامكم كلها أفراح ويجعل الفرح في بيتكم دايما يا رب. طبعا ده بناء عن طلب خال العروسة، ما نقدرش نرفض له طلب. ربنا يفرحه ببناته يا رب. طبعا هنا لا مؤاخذة الجزامة جنب الباب، جنب باب الشقة. فيها طبعا الشرابات درجين، شرابات للعروسة وللعريس، وطبعا عليها الصب شغال قرآن دايرك. ربنا يحفظهم بحق القرآن إن شاء الله، ويحفظ لهم بيتهم ويملاه بركة ويرزقهم بالذرية الصالحة بإذن الله. طبعا هنا ده الحمام الصغير بتاع الضيوف، ده موجود في الريسبشن، حبيت ان انا اصوره برضو. هنا طبعا داخلين على المطبخ، ده المبرد بتاع المياه، بس لسه الازازه بتاعته لسه في البيت ما جابوهاش. وده دخلة المطبخ، دخلة الضرفه اللي فيها الازاز بتاعه المطبخ. طبعا هنا الحاجات المرصوصه، الكاسات والكوبايات والحاجات دي، طبعا عشان تبقى قريبه في متناول ايد العروسه، بحيث ان هي ما تقربش من النيش. دي حاجات تقديم ممكن تاخد منها وتقدم للضيوف عشان ما تاخدش حاجة من النيش. طبعا انتوا عارفين النيش ده بيبقى المتحف بتاع البيت، فممنوع الاقتراب او التصوير. ربنا يسعدها ويهنيها بكل حاجتها يا رب. طبعا انا بهزر، خدي واستعملي وحافظي برضو على حاجتك، وربنا يسعدك بيهم يا رب. طبعا كل حاجة ظاهرة قدامكم. انا حبيت ان انا، طبعا كان الفيديو طويل اكتر من ساعة، حبيت ان انا اسرعه وفي نفس الوقت كل حاجة ظاهرة قدامكم.
طبعا انا مش بتكلم على كل حاجه، يعني انا كل حاجه ظاهره طبعا قدامكم، انا مصوره كل حاجه، ولكن كمان عشان يعني اسيبكم تتفرجوا براحتكم، يعني عشان ما صدعكوش. الذهبي دول صواني تقديم طبعا بالمرايات، الظهر بتاعهم شموزيت، بجد شكلهم في قمة الشياكة. هنا طبعا حطيت الخلاط والكبة والهاند بلندر، دول حطيتهم مع بعض في رف، وطبعا كل حاجة ظاهرة قدامكم زي ما انتم شايفين كده. كله بقى يدعي للعروسين ربنا يهنيها بحاجتها ويسعدها يا رب بكل شبر في شقتها. وربنا يبارك لباباها ويديله الصحة على الحاجات الجميلة اللي هو جايبها لها بجد. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ربنا يفرحكم بأولادكم ويفرح البنات كلها يا رب، ويرزق كل بنت بزوج صالح يتقي الله فيها. هنا دي ضرفة الخزين، طبعا عبال ما ام العروسة ربنا يبارك لها تجيب باقي الخزين، لان هي قالت عندها باقي الخزين في البيت، هتجيبه طبعا هي وهترصه. ربنا يهنيها بحاجتها يا رب. هنا بمناسبة المعالق، هنا دي معالق فرد، انما كان في علبتين معالق دول ما اتفتحوش، حطيتهم بكراتينهم في قلب دراج النيش، لان زي ما انتم شايفين طبعا المطبخ ما كانش في مكان ان انا احط كمان علب معالق، فربنا يسعدها يا رب ويهنيها بكل حاجتها. واللي بالكرتونه ورا دي شوايه بالكرتونه بتاعتها ما فتحتهاش. وطبعا قوالب الكيك وصواني الكيك باحجامهم، بجميع احجامهم يعني. الضرفتين دول بلاستيك طبعا غويطه لجوه، بس انا ما عرفتش اصورهم لجوه، ولكن طبعا مليانين بلاستيكات. والانبوبه طبعا بتبقى جنب البوتاجاز. ما شاء الله تبارك الله. صلوا على النبي بقى وانتم ماشيين معايا كده، عليه افضل الصلاه والسلام. طبعا طقم السكاكين، طقم توزيع، الشيف الطباخ اللي تعب من الوقفه وهو ماسك المناديل، طبعا وراه الميكروويف. هنا برضو صواني كيك وقوالب بأحجامها في قلب بعض. وطبعا زي ما عرفتكم دي استخدامات العروسة تقديم، تبقى حاجات قريبة من ايديها. المطبقية طبعا فيها الطقم الأكروبال والكوبايات بأحجامها، شاي وقهوة كبير وصغير. الطواجن برضو بأحجامها في قلب بعض، طقم بريكس ازاز في قلب بعضه برضو. ومجات الشوربة بأنواعها بصراحة، يعني ربنا يسعدها ويهنيها بحاجتها يا رب. ده سبت الفاكهة. طبعا أدوات النظافة تحت الجزء تحت الحوض، والجزء التاني في الحمام. ودي مشروبات العروسة بألف هنا على قلبها يا رب. طبعا برضو في حاجات باقي الخزين في البيت عند أم العروسة، قالت هتبقى تجيبه وهي هترصه. والرف اللي فوق التلاجة ده برضو ده اللي هتجيب الخزين تحطه فيه. التلاجة طبعا ما شاء الله تبارك الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. الكاميرا ظالمة اللون بتاعها، هي اسود ازاز
عشان كده الضوء عاكس على التلاجة فمش باين اللون بتاعها بالظبط. ندخل بقى على اوضه الاطفال. ربنا يسعدها ويهنيها يا رب ويرزقها بالذريه الصالحه وتملاها كده بنين وبنات ان شاء الله. بجد تسلم ايدك ام العروسه الجميله. هنا عامله الستاير بنفس الدرجه بتاعه الدولاب ونفس الدرجه بتاعه السراير. فبجد تسلم ايدك. الله ينور عليكي بجد يعني. طبعا الأغنية دي لأحلى بسبوسة وأجمل عروسة بسملة. أحلى بسملة. ربنا يسعدك ويهنيك يا حبيبتي بحاجتك ويرزقك بالذرية الصالحة إن شاء الله. أحلى وأجمل بسملة طبعا. الادراج ديت اللي تحت حطيت فيها باقي الفوط لان ما كانش فيه مكان للفوط طبعا، وهي ما شاء الله كانت الفوط كتير فاضطريت ان انا احطها في الادراج تحت. الدبدوب دوت كان جاي في علبة مع الفوط. عايزه اقول لمرات خال العروسه ام لميس بجد ذوقك جميل جدا واختيارك برضو لشراء الحاجات الجميله دي مع ام العروسه بجد تسلم ايدك يعني. ربنا يفرحك ببناتك ان شاء الله ويسعد كل بنت يا رب ويرزقها بالزوج الصالح ان شاء الله. طبعا هنا شلنا الشماعة بتاعة الدولاب واضطرينا ان احنا نحط اللحفة والبطاطين والمفارش لان ما شاء الله كانت حاجتها زيادة، وما يمنعش برضو ان احنا حطينا فوق الدواليب مفارش وبطاطين برضو يعني. طبعا انا حبيت ابرز الرسومات اللي في الفرش زي ما انتم شايفين كده. وهنا بقى بنختم اوضه الاطفال باحلى مالك واجمل محمد، ربنا يحفظهم ويحميهم وعقبال ما باباهم ومامتهم يفرحوا بيهم ان شاء الله. طبعا هنا دخلنا على اوضه الليفينج، دي بوفيهات كده ومع الركنه بجد كل حاجه هاديه وشيك وجميله، من ستاير لسجاد لعفش الفرش لكل حاجه بجد هاديه وجميله ورقيقه وشيك جدا يعني.
تسلم ايديكم بجد. عايزه طبعا اوجه شكر لام العريس، واقول لها ان انت ست عسليه وجميله وجدعه وبنت اصول برضه. ربنا يحفظك ويديك الصحه يا رب. مع بعض كده واحنا ماشيين كلنا نصلي على الحبيب المصطفى عشان ربنا يملى لهم بيتهم بركه يا رب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ربنا يفرحكم جميعا، كل من شاف الفيديو ربنا يفرحه باولاده يا رب ويسعدهم. هنا قلت النوم ربنا يسعدهم ويهنيهم يا رب ويرزقهم بالذرية الصالحة، برضو هادية وجميلة، كل حاجة ماشية مع بعضيها ما شاء الله تبارك الله. بسملة وسعيد، أحلى عصفورين، ربنا يسعدكم ويهنيكم يا رب. عايزة أقول حاجة بقى هنا بمناسبة النسيان اللي أنا كنت فيه. طبعا المراية بتاعت التسريحة دي جرار، طبعا كنت ملياها اسبريهات وبرفانات وكان فيها مكوى واستشوار. طبعا مع النسيان أنا نسيت أفتحها بصراحة، ولكن هي حاجتها ما شاء الله تبارك الله. طبعا احنا خدنا كام درج كده من التسريحة، حطينا المشاط والتوك والحاجة بتاعتها، وباقي الادراج طبعا مليناها تيشيرتات وحاجات، لان طبعا الدولاب ما كفاش. كذلك العريس برضو، يعني في كل شقة عروسة لازم العريس يكون مظلوم في الرف بتاعه. فاحنا بنقول هنا للعريس احنا اسفين، لكن خلينا لك رف برضو، بس يعني رف على القد كده. فده كل اللي بيحصل في شقة عروسة يعني. فطبعا حاجة العريس حطيناها في رف، وباقي حاجاته كلها حطيناها، اضطرينا نحط تيشيرتات في الادراج ونحط حاجات كتير بتاعته كده بصراحة حطيناها في الادراج. هنا انا حبيت ان انا اي فراشات او ورد او تطريز اظهره، وعملت ناحية الملايات المتطريز بشكل، والملايات المشجرة عملتها بشكل تاني، بحيث الاتنين يبقوا مختلفين عن بعض وفي نفس الوقت يدوا شكل حلو برضه.
طبعا هنا الضرفه بتاعت اللانجيري بتاعت العروسه انا ما بظهرهاش، ولكن اضطريت ان انا احط تحتيها بطاطين برضو كوفرتات، استغل المساحه يعني. ما شاء الله تبارك الله، حاجتها كلها جميلة وشيك وذوق جدا يعني. هنا طبعا انا بحاول ان انا اظهر الاستراس اللي في الهدوم، اي حاجة كده رسومات بضطر ان انا اظهرها عشان تدي شكل في الدولاب يعني. البينك اللي جاي ده كان روب، ده روب انا عملته على شكل فيل او دبدوب يدي شكل في الدولاب. وبرده باقي الرواب برده حطيتها كده زي شكل دباديب كده، ان هي ايه تدي منظر في الدولاب. عايزه رايكم بصراحه في رص الدولاب، اجمل ناس في الدنيا. ما تنسوش بقى رايكم في الكومنتات وكلمه حلوه تشجعني ولايك جميل زيكم كده. طبعا هنا دي تيشيرتات وحاجات، انما باقي الادراج انا طبعا ما ينفعش افتحها، لا هي ولا ضرفه اللانجيري انا بحب اظهرهم يعني، لان دي حاجات خاصه بالعروسه زي ما قلت لكم. فربنا يهنيها ويسعدها بحاجتها يا رب. هنا بقى ده الرف فيه هدوم خروج بتاعه العروسه، وتحتيه على طول هدوم العريس. والادراج طبعا حطينا فيها تيشرتات للعريس، ادراج تانية بره حطينا فيها تيشرتات وحاجات للعريس، في اوضه الاطفال برضو حطينا في الادراج حاجات للعريس. معلش هو اي عريس كده لازم بيبقى مظلوم في الرف بتاعه، بس احنا بنقولك اسفين معلش. ربنا يهنيكم ويسعدكم يا رب بكل حاجاتكم. طبعا هنا اخر حاجة الحمام. هنا دي الكابينة، بجد حاجتها كلها ما شاء الله تبارك الله. طبعا انا يا جماعة بصور في يوم وبسجل في يوم تاني خالص، عشان ما حدش يقول لي انت بتذكري اسم الله في الحمام. لا، انا بسجل في يوم تاني خالص بعيد عن التصوير. فطبعا احنا كلنا ما ينفعش نذكر الله في الحمام يعني. ربنا يسعدها ويهنيها بحاجتها كلها يا رب. هنا طبعا الفوط بتاعت البرانس عملتهم كده بالشكل اللي انتوا شايفينه دول، والبرانس علقتهم ورا الباب. وهنا طبعا بنكون وصلنا معاكم لنهاية الفيديو، وزي ما بيقولوا كده ختموه مسك وختمت بالقمر والعسل محمد ومالك.